السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو لسه ما عملتليش لايك بالله عليكي اعملي لايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا وليس امرا يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا بقى يا بنات نعمل مع بعض احلى واجمل تتبيلة بانيه. لو عندك شرايح بانيه سيبك بقى من التحمير وتعالي كده اعمليها على طريقتي وانتي مش هتندمي. هنا بقى ضربت بصلاية في الكبة وعليها طماطمتين صغيرين ونزلت عليهم بربع كوباية مية. ضربتهم كويس جدا جدا في الكبة. انا هنا عايزة المية بتاعت الطماطم والبصل بس، التفل بيحرق شرايح البانيه يا بنات. هنا بقى صفيتهم كده بمصفى ضيقة، خدت كده المية اللي فيهم كده كلها. بعد كده بقى يا بنات ننزل عليهم بالملح، الملح على حسب الكمية اللي انت عاملاها، اهم حاجة اظبطي الملح بتاعك. بعد كده ننزل عليهم بمعلقة من معلقة الشاي فلفل اسود، وربع معلقة السبع بهارات. هنا بقى معايا بهارات الشيش طاووق، خدت معلقة من معلقة الشاي، معلقة كده هرمية. بعد كده بقى ننزل عليهم بمعلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة من معلقة الأكل، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص، وليمونية كبيرة كده يا بنات نعصرها عليهم. الليمون بقى بيدي طعم حلو قوي قوي للمشويات. و3 معالق كبار من الزيت. ونقلب بقى التتبيلة الجبارة دي مع بعض كويس. مش قادرة اقول لكم بقى يا بنات على الريحة طالعة تحفة. هنا بقى معايا شرايح البانيه، انا غسلاها وعصرة عليها ليمون. بصوا شايفين ما شاء الله، زي ما كلكم عارفين ان انا بربي الفراخ في البيت ما بشتريهاش من بره. فلما كنت دابحه الفراخ يا بنات كنت عامله بقى الشرايح دي وحطها في الفريزر. حطيتها كده في مصفى، اهم حاجه تتصفى كويس، وعصرت عليها ليمونه. وهنا بقى جبت علبه، حطيت كده الفراخ ونزلت عليهم بالتتبيله. يا سلام بقى لو تسيبيها ليله كامله بايته في التتبيله دي، عايزه اقول لكم بقى بتوديها حته تانية خالص. انا هنا يا بنات ما بيتش الفراخ في التتبيله، انا متبلاها قبل الاكل ب3 أو 4 ساعات. جبت بقى الطاسة بتاعت الكريب، وحطيت كده معلقة صغيرة من الزيت وزعتها على الصينية. وأول ما سخنت معايا كويس جدا نزلت بشرايح الفراخ. أهم حاجة الفراخ بتاعتنا كده تاخد صدمة، ما تنزلش المية اللي فيها. رصيتها كده يا بنات جنب بعضها بالشكل ده. وهنا ما شاء الله الفراخ كده خدت صدمة من تحت. نقلبها. البانيه المشوي يا بنات ما بياخدش وقت في الشوي، وانتي واقفة كده بسرعة تقلبي من تحت ومن فوق وتديه كله نفس لون الشوي، لكن ما تسيبوهوش وتروحي في اي حتة. انا كده بقلب كده زي ما انتوا شايفين من تحت ومن فوق. في شرايح يا بنات بدأت ان هي تاخد لون الشوي. بص اهم حاجة كده تقلبي كده على طول بالشكل ده. الشريحة اللي بتحمر معايا من تحت بقلبها بالشكل ده. وهنا بقى في كام قطعة كده خدوا معايا لون الشوي، حطيتهم كده على بعض كده في جنب الطاسة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى يا بنات ومعايا هنا مقطعة في الطبق ده فلفل الوان. قطعت يا بنات نص قرن فلفل احمر ونص اصفر، وطماطمية كده كبيرة، وبصلية متوسطة، وقرن فلفل حامي.
رشيت على البصل بس كده ايه، يعني ربع معلقة من الفلفل الاسود، ونزلت بقى بالخضار ده جنب شرايح البانيه بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الخضار ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع شرايح البانيه. انا هنا بس هديله بس تشويحه كده تحت البانيه، وهطفي عليه البوتاجاز على طول، انا مش عايزاه يستوي. رشيت عليه رشه صغيره جدا من الملح. وهنا بقى عندي التوم المفروم، خدت كده يعني ايه ربع معلقه، تديها يا بنات ريحه كده وطعم حلو قوي قوي. وزعتها كده على وش كده البصل كده وفلفل الالوان والطماطم، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده بقى هفرد على الوش شرايح البانيه، بصوا بالشكل ده. وبعد كده نطفي عليهم البوتاجاز. اطفي بقى وحشي بقى السندوتشات بتاعتك، او هتعملي كده ايه طبق مكرونه جنبهم. بصراحه شرايح البانيه بتتاكل جنب اي حاجه، طعمها حلو قوي يا بنات وخفيفه كمان. وهنا بقى كنت خلاص طفيت عليها، ومش قادرة اقول لكم بقى على الريحة، الريحة طالعة روعة. معايا هنا عيش فينو، مسكته فتحته كله كده بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان اليوم ده انا ما كنتش قادرة، بس الغدا ما خدش مني كده 10 دقايق. غدا سهل وسريع وبسيط، وما بياخدش وقت بقى ولا مواعين كتير ولا الكلام ده كله خالص. فتحت كده العيش كله يا بنات، وهنا بقى شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوة. المقص ده نضيف يا بنات، انا بفتح بيه العيش بس، بقصقص بيه كده الفراخ، لكن ما بعملش بيه السمك ولا اي حاجة تانية. هنا بقى قطعت كده شرايح البانيه كلها بالشكل ده. عايزة بقى تعملي كده طبق طحينة، اعملي طبق بتنجان كده مشوي، اللي انت عايزة تعملي جنبه اعملي. وهنا جبت طبق تاني حطيت فيه كده الخضار. عايزة اقول لكم الخضار كده متكرمل وزي العسل. اول حاجة كده بعملها بحط حتة بصلاية، حتة صغيرة من الطماطم، حتة قرن فلفل، وبعد كده بفرد على الوش كده الفراخ بالشكل ده. انت بقى لو عاملة طحينة حط طحينة على وش الفراخ. انا استكفيت على كده. فانت بقى عايزة تعملي طبق بتنجان اعملي، عايزة تعملي طبق طحينة اعملي. وحشيت بقى يا بنات كمية العيش الفينو كلها بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ما شاء الله حشت معايا الكمية دي كلها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ احلى واجمل بكتير من اكل المطاعم. هنا بقى جبت لهم كل واحد كيس كده مايونيز. ان شاء الله يا حبايبي تجربوا البانيه المشوي بالطريقة دي ويعجبكم ويطلع معاكم احلى من كده بكتير. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.